اخرى. يعني انت عايز تقول لي ان نادي الزمالك ده في السنين اللي فاتت دي لا كان بياخد فلوس بوتيكات ولا كان عنده ايرادات؟ امال كنا عايشين ازاي؟ شيخ تركي آل شيخ دفع مبالغ كويسه. احنا كنا عايشين بفلوس تركي آل الشيخ؟ احنا كنا عايشين بفلوس تركي آل الشيخ؟ احنا كنا عايشين بفلوس تركي آل الشيخ؟ طبعا. وبعدين هو بتقول حاجه نشاط ثانيه رياضي ايه؟ نشاط رياضي. ثانيه واحده احمد من فضلك. ده مليون دولار جايين لي هديه. يعني ايه هديه؟ هديه. مين بيدي مليون دولار هديه؟ مين؟ ما انا قلت اسمه تركي الشيخ. قلت له من فضلك يا فندم حولهم لصفقه الزمالك. ابعت للنادي النجم الساحلي من بره $700,000 لانه برضه دخلوا يتحجز عليهم، وحط دلوقتي $300,000. تمام. اللي اتنازل عن مليون 18 مليون جنيه ما حدش يفتح بقه معاه. اللي بعد قبل كده انت عارف المنصور بلوي كان جاي برضه هديه 2 مليون، قلت له اعمل شيك بنادي الزمالك. ما حدش يفتح بقه معاه. لا هو مش بيديها بصفه حضرتك. لكن ده لا مرتضى. مش شخصيه. لا اللي هي مرتضى. يعني ايه شخصيه؟ يا بيه انا مش عايز اتكلم كلام يجري حد عندك بقى. فرجاني هم دلوقتي بيتفاوضوا مع الواد على عقده. تمام. وليس فرض عليه اقول للراجل هتجيبوا لي امتى. ده هو من نفسه. شكرا لسياده تركي الشيخ مستشار تركي الشيخ هو اللي طوع وقال للولد ده هديه مني لنادي الزمالك. تمام. وما اعتقدش هو بيرجع في كلامه يعني. هو من الاول قال هجيب لاعب صغير للزمالك. فانا بكلمه بقول له ايه؟ لان انا كنت شفت ساسي قلت له ما تجيب لنا ساسي. انا بقول كده يعني. فراح مكلم رئيس النصر قال له ساسي في الزمالك وادفع فلوس اعتقد 4 مليون يورو على ما اتذكر يعني. وبعدين قلت له طب ما الواحد ده عقده كبير $2 مليون تقريبا في السنه. فكلم الوكيل بتاعه قال له عقده عندي. فده شوقي بشكره. ولو ما شكرتوش ده بشكره على جروس لانه حوله فلوس خلاص. ما شكرتوش على جروس بشكره على حمدي النقاز. ولو ما شكرتوش على كل بشكره على انه ده عشان طارق يقعد دفع 5 مليون من عنده زياده على العقد. كل ده لازم اشكره عليه.